السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترتنا الغاليين، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب وفي أحسن حال، وكل حاجة معاكم تبقى ماشية زي الفل يا دكاترة. طب حبايب قلبي، Integrated Science زي ما وعدتك هينزل لك إن شاء الله الشرح بتاع المنهج للإنتجريتد ساينس على القناة. طيب بص يا دكتور بقى، تعالى كده نتكلم سريعا عن المنهج ونشوف هنعمل إيه، ونقول بسم الله وندخل في منهجنا على طول. المنهج يا دكتور هو بفضل الله سهل، ولكن مليان معلومات. سهل سهل، بس مليان معلومات، في تفاصيل كتيرة محتاج ان احنا نقف عندها. التفاصيل دي ممكن تكون كلمة، الكلمة دي وراها كمية معلومات انت لازم تبقى فاهمها عشان تبقى فاهم معنى الكلمة ايه. خلاص؟ طب هي الفكرة فين؟ الفكرة حبيب قلبي ان المعلومات، معظم المعلومات اللي انت هتدرسها عدت عليك. ففي معلومات عدت عليك ومعلومات اول مره هتسمعها. والفكره في منهجك ان انا بقول لك الكميه كبيره، ان هتلاقي معلومات من اعدادي لحد ثالثه ثانوي. ففي توبكس واحنا ماشيين هتقابلنا في ثالثه ثانوي، وفي توبكس تانية في تانية، وفي توبكس كان المفروض تدرسها في اولى السنه دي في المنهج القديم، توبكس تانية هتلاقيها في اعدادي. فاهم؟ فما تقلقش، في حاجات انت كده كده هيبقى عندك معلومات عنها، وحاجات اول مره تسمعها. خلاص؟ طيب ان شاء الله باذن الله هنبسط لك الدنيا زي ما انت فاهم، وان شاء الله باذن الله بوعدك ان هتلاقي هنا على قناتنا الموضوع مختلف تماما عن اي حاجه انت سمعتها. انا عارف ان انت بتسمع، اسمع وشوف، وصدقني هترسى هنا. خلاص؟ صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا دكتور، ايه بقى موضوع يا مستر الانتجريتد ساينس؟ من الاخر يا دكتور، من الاخر هجيب لك الملخص. احنا بندرس الترم الاول الانفايرمنت، بندرس الانفايرمنت البيئه يعني يا مستر بس بالانتجريشن بتاع الساينس. ازاي؟ صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حبيب قلبي، اكيد انت اطلعت على المنهج بتاعك وشفت ان احنا عندنا في الترم الاول 4 شابترز. الفور شابترز دول، اول شابتر هنتكلم على حاجه اسمها الاكواتيك ايكو سيستم. يعني ايه اكواتيك ايكو سيستم؟ نظام بيئي مائي. يعني باختصار شديد، اختصرها لي في كلمه واحده: ووتر. شكرا، خليك فاكر. الشابتر التاني هتلاقيه بيكلم حضرتك عن حاجه اسمها الاتموسفير، غلاف جوي، وده انت درسته قبل كده في اعدادي. خلاص، في تاني اعدادي. تمام كده؟ طيب، اتموسفير اختصرها لي في كلمه واحده: اير، هواء. فكده ووتر هوا، ووتر اير، مظبوط مظبوط. اركن على جنب. هتلاقي الشابتر الثالث بيكلمك على حاجه اسمها الايه؟ سويل، تربه، ارض. ف ووتر، اير، سويل، الثلاثه عباره عن انفايرمنت. الثلاثه دول هم دول الانفايرمنت. خلاص؟ طيب، احنا بقى خد بالك، موضوع دراستنا على فكره موضوع ممتع جدا، والله ممتع لو انت خدته كمعلومات عامه. يعني احنا ايه؟ بنزود معلوماتنا وبنفهم الدنيا حوالينا ماشيه ازاي. انا عايز اقول لك ان اللي انت هتدرسه هو اصلا بيحصل حواليك باستمرار وبشكل دائم، ولكن انت مش دريان بيه لان انت مش فاهمه، مش شايفه. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنوري لك الدنيا ماشيه ازاي. فاهم؟ هننور لك الاسبوتات اللي كانت ايه؟ مظلمه دي. فده هيفرق معاك جدا على المستوى الشخصي كمعلومات عامه. فاهم؟ فعايزك خد الماده بحب، هتتميز فيها قوي وهتلاقي الدنيا معاك حلوه قوي. فاهم؟ يعني انت بس ايه، خد الماده ان انت عايز تتعلم وتفهم، هتفرق معاك جدا. خلاص كده؟ طيب، بعد ما اتكلمنا على الثلاث شباتر، هتلاقي قافل الشابتر الاخير بايه بقى؟ بالرول اوف الساينس، دور العلم. دور العلم في ايه يا مستر؟ في ان هو ازاي يحافظ على الانفايرمنت. يعني في الانفايرمنتال سستينابيلتي. يعني ايه سستينابيلتي؟ يعني معناها استدامه، معناها بقاء، معناها حفظ الانفايرمنت. وصلت؟ تمام. فهتلاقي ايه؟ الامور كلها يعني متداخله مع بعضيها، والموضوع فعلا لو خدته زي ما بقول لك ان انت بتزود معلومات. عارف، انا عندي حلقه النهارده هتعلم حاجات جديده، هتلاقي الموضوع بقى ماشي معاك حلو قوي قوي قوي. خلاص يا دكتور؟ طيب، عظيم جدا. فزي ما قلت لك الدنيا كلها تلاقيها متداخله ببعض. خلاص؟ يعني هتلاقي في ايه؟ في انتجريشن، في ترابط ما بين الايه؟ ما بين المواضيع وبعضيها. طيب، هي الفكره بوجه عام بنعمل ايه؟
احنا بنفهمك الانفايرمنت حواليك بيحصل فيها ايه، وهي ايه، وبتمشي ازاي، وبتتكون من ايه، والكلام ده كله. وبعد كده نبتدي نعرض مشكله عشان نشوف حل المشكله ازاي. فاهم؟ بحيث يبقى احنا بنعرض مشاكل ونعرف الحلول، مشاكل حلول، مشاكل حلول. فهمت الفكره؟ خلاص. طيب، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وندخل بقى في الموضوع. اول ما دخلنا في الموضوع، من اول الحاجات او من اكتر الحاجات اللي انت مش واخد بالك منها، ان يا دكتور الإيرث فيها سفيرز، فيها اغلفه. يعني ايه اغلفه؟ زي الاتموسفير، الغلاف الجوي، ده سفير من ضمن السفيرز اللي موجوده في الإيرث. خلاص. طب هي السفيرز دي عباره عن ايه؟ اولا لو كان ووتر فهو بيسمى هيدروسفير. يبقى الووتر اللي موجوده على الإيرث، خلاص، الميه اللي موجوده على الإيرث بنسميها هيدروسفير، غلاف مائي. طب لو كانت ارض يا مستر، يعني ايه ارض؟ سواء بقى روكس، سواء بقى ماونتنز، سواء كان اللاند العاديه الارث كراست، طالما ارض لاند مالها بنسميها ليثوسفير. يبقى ليثوسفير غلاف صخري، هيدروسفير ده غلاف مائي. والاتنين متداخلين مع بعض. ازاي؟ بنروح نصيف، واقف انت على الرمله وقدامك البحر، هل الرمله مفصوله عن البحر ولا الاثنين انتجريتد مع بعض؟ انتجريتد مع بعض. متداخلين؟ اه متداخلين طبعا. طب ايه رايك بقى ان في اتموسفير ثالث رابط الاثنين ببعض، متصل ما بين الاثنين؟ ايه هو؟ الهواء. ما هو انت ميه والارض، ايه اللي محاوط بالاثنين؟ الاير، صح كده؟ اه، يعني في اتموسفير. خلاص، يبقى في كمان ايه؟ الاتموسفير. طب اخر سفير بقى موجوده عندنا، سواء كانت الليثوسفير او الهيدروسفير او الاتموسفير، ففي حلقه وصل ما بين الثلاثه اسمها بايوسفير. يعني ايه بايوسفير؟ غلاف حيوي، يعني باختصار living organisms، كائنات حيه. فالكائنات الحيه مالها مرتبطه بالثلاثه. فاهم؟ فاذا هي دي الصوره بتاعت ايه، او هو ده التكوين بتاع السفير. طبعا ملخصه في الصوره دي، لو حضرتك بصيت، ده الليثوسفير، دي الارض، بص، مرتبطه متداخله مع الهيدروسفير، والاتموسفير متصل بالاثنين مع بعض، والبايوسفير موجود في مين؟ موجود في الثلاثه. وصلت؟ خلاص. فده كده ايه الموضوع اللي احنا داخلين عليه. طيب، اول ما ابتدينا يا دكتور اتكلمنا على مين؟ على الووتر. اشمعنى دي؟ لان هي فعلا ما ينفعش ابدا كلام عن الانفايرومنت الا لما اتكلم على الوتر الاول. ليه؟ دي سر الحياه يا دكتور. الميه دي سبحان الله، انا عايز اقول لك الحاجه الوحيده اللي رابطه ما بين كل الليفنج اورجانيزمز هي الووتر. هي الووتر. فاهم؟ الووتر دي فعلا سر الحياه. طب تعالى واحده واحده. ايه الووتر؟ معروفه يا مستر ان هي ترانسبيرنت ليكويد، سائل شفاف. مظبوط مظبوط. السائل الشفاف ده بيحصل جواه a lot of الكيميكال رياكشن، يعني بيحصل جواه كيميكال رياكشنز، تفاعلات كيميائيه كتيره. طب التفاعلات الكيميائيه يا مستر اللي حصلت دي، العقل والمنطق بيقول هل الووتر هتبقى زي ما هي ووتر، ولا هتتاثر باللي حصل، بالتشينج اللي حصل، بالكيميكال رياكشن اللي حصل؟ اكيد هتتاثر. فبالتالي بيأثر على الكواليتي بتاعت الميه. فاذا كل حاجه حوالينا في الانفايرومنت، خلاص، في الانفايرومنت، لو ما خدناش بالنا منها هتأثر على الووتر. خلاص، لان زي ما قلنا كلهم متداخلين ببعض. لو حاجة اتأثرت الباقي كله يتأثر. مظبوط. وبناء عليه لو الووتر بقى اتأثرت، الكواليتي بتاعتها تتغير ولا ما تتغيرش؟ تتغير. فاهم؟ فتبتدي تأثر على الليفنج اورجانيزمز كلهم، وبالتالي تأثر على الحياة، اللايف بشكل عام. وصلت؟ فهمنا؟ تمام؟ طيب، لذلك بدأنا أول توبيك بالجملتين اللي أنا قلتهم لك دول، إن الووتر مالها يا دكتور. لو أنت على طول بتشرب مية، صح؟ كلنا طبعا بنشرب مية، بس المية دي بيحصل جواها إيه؟ بيحصل جواها حاجات كتيرة قوي. بيحصل جواها كيميكال رياكشنز. الكيميكال رياكشنز اللي حصلت دي كونت كيميكال كومباوندز تأثر على الكواليتي بتاعت مين؟ تأثر على الكواليتي بتاعت إيه؟ بتاعت المية. حلو جدا. طيب، فجينا اول حاجه مسكنا ايه بقى؟ مسكنا الميه. تعالى نفهم انا وانت الميه دي موديانا لفين. يعني ايه؟ يعني هي بتتميز بايه؟ ايه هي اليونيك بروبرتي بتاعت الميه؟ ايه مميزات الميه؟ ايه مميزات الووتر؟ حلو جدا. اول حاجه خالص قال لك ان هي ايه؟ it can dissolve. it can يا دكتور dissolve. يعني ايه dissolve؟ بتدوب.
الوت اوف الكيميكال كومباوند. انا شفت كلمه ديزولف دي، انا عشان افهمك كلمه ديزولف صح انا ممكن اقعد اشرح نص ساعه. اه والله العظيم عشان تفهمها مظبوط. بس انا هحاول على قدر الامكان اقلل الكلام قوي، يعني اجيب لك الايه الخلاصه اللي تفهمك كلمه ديزولف عباره عن ايه. يلا بينا يلا بينا. بص يا دكتور، كلمه ديزولف دي يعني بتدوب. هي بتدوب. يعني ايه بتدوب؟ يعني يا مستر لما باجي احط السولت في الميه، مين السولت؟ الملح. فين في الووتر؟ السولت مثلا وليكن التيبل سولت، ملح الطعام، لونه ابيض وكلنا عارفينه. اول ما بتحطه في الميه بتشوف اللون الابيض؟ لا، بيحصل له ايه؟ بيديسابير. معنى ان هو ديسابير معناه ان هو ديزولف، دب في الميه خلاص. طب يا مستر كيميكالي نقدر نوصف الكلام ده ازاي؟ هقول لك تعالى. ادي الميه الحلوه، وادي ال NaCl، وهو السوليد. وهو ايه يا دكتور؟ سوليد. لما تلاقي اس دي اختصار لسوليد ستيت، حاله صلبه، لان السولت سوليد، الملح صلب مش ليكويد. خلاص. طيب لو لقيت حاجه بالال كده، ال معناها ان هي ليكويد سائل زي الووتر، ووتر ليكويد. طب لو لقيت حاجه يا دكتور مكتوبه جي كده، دي معناها ان الفيزيكال ستيت جاز زي الاكسجين جاز، هيدروجين جاز، وهكذا. طب لقيت حاجه مكتوب عليها في، فيبر. يعني ايه فيبر؟ اهو فيبر معناها اصلها كان يا ليكويد يا سوليد، وانا حولتها لفيبر، لبخار زي الميه. هل حضرتك بتروح تقول لي ووتر جاز ولا ووتر فيبر؟ ووتر فيبر طبعا. ليه فيبر؟ عشان اصل الميه ليكويد، وطالما اصلها مش جاز لما اجي احولها لجاز اقول لها فيبر، اسميها فيبر مش جاز. وصلت؟ اللي بياخد الليترز جازز فقط هما الجازز اللي اصله جاز. خلاص. طيب في بقى فيزيكال ستيت اللي انا بكلمك عنها، اللي انا عايزها حاجه اسمها اي كيو. يعني ايه يا مستر اختصار كلمه اي كيو؟ يعني اكوا سوليوشن. واحده واحده. سوليوشن محلول، اكواس مائي، محلول مائي. طب ايه هو المحلول؟ ده معناه ان انت جبت سولت، فيزيكال ستيت بتاعته مالها سوليد، اول ما تدوبه في ميه يتفكك، يحصل له ديسوشيشن، يتفكك. كلمه ديسوشيشن يتفكك ليه يا مستر؟ لان ايه بوزيتيف وسي ال نيجاتيف. ده بوزيتيف ايون بنسميه كاتاين، نيجاتيف ايون بنسميه اناين، والاثنين الفيزيكال ستيت بتاعتهم اتحولت لاي كيو. يبقى انت اول ما تشوف فيزيكال ستيت عباره عن اي كيو تعرف ان ده كان سولت دايب في ميه. طب لما تشوف فيزيكال ستيت اس سوليد تعرف ان ده سولت لوحده، ده سوليد ستيت. فاهم؟ طب ايه اللي لا تعرف ان دي سائله؟ الحاجه اللي بتكلم عليها دي ليكويد. تمام كده يا دكتور؟ واضح؟ طيب اي سولت اصلا، اي سولت في الدنيا بيتكون من كاتاين بلس اناين. اي ملح، اي ملح. فالكاتاين اناين اول ما ينزل الميه سيباريت انتو ايونز، يتفزل لايونات. ليه؟ هنفهمها بقى لما نوصل للبروبرتي بتاعت الميه، اللي هي ايه يا مستر؟ لما اجي اشرح لك الكيميكال بروبرتيز واقول لك ان من الكيميكال بروبرتيز بتاعت الميه حاجه اسمها بولاريتي. حاجه اسمها ايه؟ بولاريتي. دي تفهمها بقى تفصيلا في وقتها. وصلت؟ لذلك يا دكتور المعلومه اللي انا عايزك تعرفها دلوقتي، اي سولت، اي ملح في الدنيا هضيفه في الميه سيباريت انتو ايه؟ سيباريت انتو ايونز. طب السؤال يا مستر، نعم، هل كل حاجه انا قلت بس ملح سولت صح؟ صح. هل كل حاجه يا مستر بتدوب في الميه، او هل كل الاملاح بتدوب في الميه؟ لا، في بعض الاملاح ما بتدوبش في الميه، خلاص، بتكون سبرينجلي سوليبل. خلاص. وفي بعض الكيميكال كومباوند مش بتدوب في الميه. التفصيلات دي مش مهمه دلوقتي قوي، هنجيلها بعدين. انت فهمت كلمه ديزولف؟ ضفنا السولت في الميه اختفى. معنى اختفى يعني اتفكك لايونات. شكرا. اللي بعده، ايه اللي بعده؟ كان اكزيست ان الاول ستيت، سواء كان سوليد ليكويد جاز within التمبريتشر بتاعت الايرث. واحده 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 واحده. حبيب قلبي، واحنا في البيت عندنا الميه ليكويد صح؟ صح. بتروح تحط انت الميه في الفريزر عشان تجمد، مظبوط مظبوط. حولتها من الليكويد للسوليد ستيت، فانت عملت حاجه اسمها فريزنج، تجميد للميه. طب خرجتها من بره الفريزر وسبتها، يبتدي يحصل لها ميلتنج، انصهار، تنصهر، تحول من السوليد للليكويد. طب عايزين نعمل كوبايه شاي حلوه، فبنحط الميه على النار، يحصل لها ايفابوريشن،
وصلت؟ تمام. اذا ايه؟ اذا يا مستر بقى عندي الووتر وهي سوليد وهي ليكويد وهي مين؟ وهي فيبر. طب هل تعلم ان في الارث على الارض الووتر موجوده على الارث في 3 ستيتس في نفس اللحظه؟ لان الارث مش كلهم الصن بتوصل لها بنفس الايه؟ بنفس الكيفيه. التو بولز بتوع الارث التمبريتشر هناك منخفضه قوي، فتلاقي الووتر اللي هناك سوليد، اكن سبحان الله فريزر طبيعي. طيب نيجي لاماكن زي مصر مالها الميه ليكويد. طب نيجي في اماكن تانية درجه الحراره عاليه، فبتلاقي ورا الميه الريت بتاع الايفابوريشن، ريت البخار عالي، وده تحسه يقول لك ايه؟ يقول لك ده الرطوبه عاليه قوي النهارده. طب يعني ايه الرطوبه عاليه قوي النهارده؟ يعني البرسنتج بتاعت الووتر فيبر اللي موجوده في الاير عليت. ليه عليت؟ عشان التمبريتشر عاليه، فالصن تخبط في الووتر تعمل ايه؟ ايفابوريشن، وهنفهمه كمان شويه الجزئيه ديت. خلاص. لذلك يا دكتور احنا فهمنا ان هي بتديزولف الوتو في الكيميكال كومباوند، فهمنا ان هي موجوده في الثري ستيتس. مظبوط مظبوط. هقول لك تعالى بقى الخطوه الثالثه. ايه الخطوه الثالثه؟ لو انت مركز معانا اتكلمت كيميكالي واتكلمت فيزيكالي. كيميكالي بتديزولف، حته الديزولف. فيزيكالي يبقى احنا بنتكلم على الثري ستيتس. خلاص. تعالى بقى بيولوجيكال وانفايرمنتال بتعمل ايه؟ كلنا عارفين الليفنج اورجانيزمز. حصل؟ هتقول لي حصل. ما هي البيلدينج يونت اوف الليفنج اورجانيزمز؟ هتقول لي السيل يا مستر. اربط بقى وتعالى. ادي السيل. اي سيل يا دكتور في الدنيا بيكون ليها ممبرين. ليها ايه؟ ممبرين. يعني ايه ممبرين؟ غشاء. الغشاء ده زي بالظبط الجدار اللي بيحاوط البيت. تمام. ايه وظيفه الجدار او السور اللي بيحاوط البيت؟ هتقول لي يا مستر ده من خلاله ليه بوابه فبيسمح بدخول الافراد وخروجهم. مظبوط ولا مش مظبوط؟ هقول لك مظبوط. هو بالظبط نفس وظيفه الممبرين. فالممبرين ده بنقول عليه سيمي بريميبل. يعني ايه سيمي بريميبل يا دكتور؟ يعني شبه منفذ. فبيسمح لمين بقى؟ للووتر. يسمح للووتر ان هي تعدي. بس خد بالك ايه؟ ادي اهو الممبرين. ده شكل الممبرين اهو. شكل الايه؟ ده شكل الممبرين اهو يا دكتور. يسمح الممبرين للوتر ان هي تعدي. خلاص. عدت الوتر. هل الوتر بتعدي لوحدها؟ لا طبعا. امال الوتر انا لسه قايل لك ايه؟ بتديزولف الوتو في الكيميكال كومباوند، يعني هي جواها بعض الكيميكال كومباوند، فبتعدي من الايه؟ من الممبرين. راح لمين؟ للسيل. السيل دي محتاجه تعيش، محتاجه تاكل وتشرب. مظبوط مظبوط. فتعمل ايه؟ تخش لها الوتر بالنيوترنز او الفود اللي هي محتاجاه عشان تبروديوس الانرجي، تنتج طاقه. طب هي خلاص كلت وانتجت الطاقه، بيبقى في حاجه اسمها الويستس، الفضلات بقى، الحاجات اللي هي عايزه تتخلص منها. تمام. فبرضه الووتر وهي خارجه تاخد معاها الويستس. يبقى شوف سبحان الله، الميه دخلت للسيل عن طريق الممبرين. اذا بص بص بص، الممبرين ده مش كان فاصل سيبريت السيل عن الانفايرومنت بتاعتها؟ يعني ايه؟ ما هو السيل دي موجوده في انفايرومنت، في بيئه، صح صح. وليكن نتكلم عن البلانت سيل مثلا. خلاص. اللي هي النباتات. الميه جايه قابلها ممبرين، الممبرين محاوط السيل. اذا هو ايه؟ فاصل السيل عن الانفايرومنت اللي هي فيها. فمين اللي يعدي من الانفايرومنت للسيل؟ الميه. هل بتعدي كده لوحدها بيور؟ لا طبعا، ده فيها ديزولفد ايونز، صح كده؟ فيها بوتاسيوم، فيها صوديوم. مين يحتاج؟ فيها جلوكوز. مين يحتاج الحاجات دي؟ اللي يحتاجها البلانت. ليه؟ السيلز بقى بوجه عام عشان تعمل ايه؟ عشان يبتدي يبروديوس الفود بتاعه، فبالتالي بنقول عليه كده ان هو برودكت او بروديوس انرجي، بينتج طاقه. فالطاقه دي تخليه ايه؟ عايش مستمر. وبعد كده تخرج الايه؟ الويست. فهمنا اللعبه؟ وضحت؟ تمام كده. فلذلك بص هتلاقي التو بوينتس دول بيقول لك ايه؟ ده الووتر اسينشال. يعني ايه اسينشال؟ ضروريه. لايه؟ لاستمرار اللايف يا دكتور، لاستمرار الحياه على الارث. كل الليفنج اورجانيزمز مالهم؟ عندهم ممبرين. اهو الممبرين بقى. تعالى نتفرج كده على شكل الممبرين لو انت اهو. ادي بص، دي جوه السيل، انسايد السيل، والناحيه الثانيه بره. تيجي الميه هي ده الووتر موليكولز ماله يدخل للسيل. هل داخل كده الون فرداني ولا معاه محمل شنط وكياس؟ معاه شنط وكياس. فشنط وكياس ايه؟ ها الزياره اللي هو رايحها. فيبتدي يدخل الايه؟ السيل. عن طريق مين؟ عن طريق الممبرين. دخل من البوابه. ما هو البوابه دي بص، الممبرين ده ماله؟ سيمي بريميبل. يعني ايه سيمي بريميبل يا دكتور؟ يعني شبه منفذ. هل هيسمح يا مستر لاي حاجه تعدي؟ لا طبعا. لا طبعا.
بيسمح لمين؟ يسمح للووتر ان هي تعدي. طب الووتر كارينج النيوترينز تخش جوه، تبتدي السيل تبروديوس الانرجي تدي للووتر الويستس، والميه تقوم ايه؟ تقوم طالعه بره تاني. فهمنا اللعبه؟ واضح؟ تمام. طيب لذلك جه في البوينت الرابع قال لك الووتر انترز الليفنج سيل من الانفايرمنت، هي داخله من الانفايرمنت شايله معاها الايه؟ النيسيسري سبستانس، المواد الضروريه للانرجي برودكشن، لانتاج الطاقه. معناها ان هي خلاص كده كلت. خلاص طالما انتجت ايه؟ طاقه. طالما في طاقه يبقى بالبلدي كلت. انت هتعرف تعمل اي حاجه وانت جعان؟ لا، محتاج تاكل عشان يبقى عندك انرجي. نفس الفكره بالظبط. خلاص يا دكاتره؟ طيب ودي كانت اليونيك بروبرتي بتاعت مين؟ بتاعت الميه. تعالى بقى لحاجه اسمها الهيدروسفير. ما هو الهيدروسفير؟ غلاف مائي. يبقى خد بالك، احنا مسكنا الميه، عرفنا اليونيك بروبرتي بتاعتها، مظبوط مظبوط. بعد كده بقى نتكلم بشكل عام على الارث كلها بقى، اللي هو ايه؟ اللي هو الهيدروسفير. نعرف بقى الميه دي موجوده على الارث باشكال ايه؟ ببرسنتج ايه؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. قبل ما ندخل في الجزء ده تعالى نلخص اللي فات. فلو انا جيت قلت البروبرتيز اوف الووتر، هنقدر نلخصها في 3 حاجات. اول حاجه كيميكالي، وتاني حاجه فيزيكال، تالت حاجه انفايرمنتال وبيولوجيكال. بيولوجي يعني. والله كيميكال في كلمه ديزولف، ديزولف بتدوب. خلاص. طب فيزيكال الثري ستيتس، ليكويد وسوليد وجاز، ليكويد سوليد جاز. انفايرمنتال بيولوجيكال يبقى احنا بنتكلم على الليفنج ايه؟ الليفنج اورجانيزم. شايف؟ احنا كده لخصنا كل اللي فات في الثري بوينتس دول. يلا اللي بعده. يلا يا دكتور. بنتكلم على ايه يا مستر؟ بنتكلم على الهيدروسفير. ماله بقى الهيدروسفير؟ بص يا حبيب قلبي، شايف الرسمه ديت؟ السيرفيس بتاع الارث كلها، سطح الارض كلها كومبوزد اوف، او بينقسم لحاجتين. ايه هم؟ هقول لك تعالى. اول حاجه في حاجه اسمها لاند، ارض، ووتر، ميه. يا مستر هي الووتر بتريبريزنت قد ايه من السيرفيس بتاع الارث؟ 70%. 70% من السيرفيس بتاع الارض ميه. 70% من السيرفيس بتاع الارض ميه، تقريبا نفس البرسنتج اللي في جسم حضرتك من ووتر. تمام كده؟ تعالى للي بعده. ايه اللي بعده؟ لاند. ايه لاند؟ ارض. الارض بتريبريزنت قد ايه؟ 30%. هل انا هتكلم عن لاند؟ لا طبعا، انا دلوقتي بدرس ايه؟ ووتر، فكلامي عن الووتر. تعالى بقى، هي كل الووتر اللي موجوده على الايرث سيرفيس، او على الارض يعني على الارث، هل كل الووتر ديت عباره عن نوع واحد؟ لا. امال ده في ميه مالحه وفي ميه عذبه. ففي حاجه اسمها سولتي ووتر، فريش ووتر. سولتي ووتر ميه مالحه، فريش ووتر ميه عذبه. مظبوط مظبوط. تعالى بقى نعرف التقسيمه دي. مش احنا قلنا ان الووتر بشكل عام يا مستر بتريبريزنت قد ايه؟ تعالى نكتبها في الحته دي. قلت لي 70%، فهو ادي 70% ووتر. دول ديفايدد لحاجتين. ايه هم؟ والله عندنا 97% و 3%. 97% دي عباره عن سولتي ووتر. يعني ايه سولتي ووتر؟ ميه مالحه. طب 3% فريش ووتر. يبقى الفريش ووتر بشكل عام بتريبريزنت قد ايه من الووتر اون الايرث؟ هتقول يا مستر 3% دي بوجه عام. طب والسولتي ووتر 97%. طب هل تعلم ان الفريش ووتر دي متقسمه ل 2%؟ ايه هم؟ والله في برسنتج 1% وفي برسنتج ثانيه 2%. ايه ده يا مستر؟ هي متقسمه؟ طب الفريش ووتر يا مستر ال 1% ده موجود في صوره ايه؟ موجود في صوره ريفرز، ليكس، يعني انهار، بحيرات. امال ال 2% دي موجوده في صوره ايه؟ في صوره ايس، يعني جليد، ميه متجمده. يا مستر نعم، هي الميه المتجمده عذبه؟ يا حبيبي هفهمك. انت فكرك ان كل الووتر اللي هي فروزن ديت عباره عن سولتي ووتر؟ لا طبعا، مش كلها سولتي ووتر. خلاص، وهفهمك ازاي كمان شويه. تمام كده؟ دي كده التقسيمه اللي موجوده في الجزء ده كله. دي كده الايه؟ التقسيمه اهو. بص كده، لو بصينا على 70% ميه، السولتي ادي 97%. طب الفريش ووتر 1% منها اللي موجوده في الريفرز والجراوند ووتر والليكس والكلام ده. الجراوند ووتر طبعا هي المياه الجوفيه، و a portion of الفريش ووتر مالها فروزن. يعني فروزن
يعني اتجمدت عند البولار ايه؟ بولار ريجنز اللي هي المناطق القطبيه. تمام؟ حلو. طبعا موجوده كمان في الماونتن توبز يعني قمم الجبال، ودي جت بقى امتى؟ هفهمك جت امتى لما نعرف الووتر سايكل. خلاص؟ او الهيدرولوجيكال ايه؟ سايكل اوف الووتر. تمام كده؟ طيب هل تعلم حبيبي ان الووتر اللي متجمده دي اسمها بنسميها ايه؟ بنسميها الكرايوسفير. يعني ايه كرايوسفير؟ يعني الغلاف الجليدي. يعني الهيدروسفير جواه حاجه اسمها كرايوسفير، غلاف جليدي. تمام كده؟ الغلاف المائي في منه اجزاء ايه؟ سوليد، فاسمها الكرايوسفير. طيب يلا بينا نكمل، يلا بينا نكمل. طبعا هنا بنتكلم على مصر، والحته دي مهمه قوي. ليه؟ عشان حضرتك عايش في مصر، انت مهم تبقى عارف مصر ايه؟ محاطه بايه. طبعا بيقول لك دلوقتي مصر عندها ايه؟ دايفرستي، تنوع في الاكواتيك انفايرمنت. ليه يا مستر؟ قال لك والله بتنكلود النايل ريفر، نهر النيل، جلف اوف سويس يعني خليج السويس، خليج العقبه، البحر الاحمر، البحر المتوسط، وكمان في بعض السلاين والفريش ووتر ليكس اللي موجوده. منهم البحيرات العذبه، بحيره ناصر برضه. تمام كده يا دكتور؟ واضح؟ ده طبعا سؤال تيست يور سيلف موجود قدام حضرتك، عايزك تفكر وتجاوب في الكومنتات وهرد عليك. طيب يلا يا دكتور، اللي بعده الووتر سايكل بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا حبيب قلبي دكتور، نعم، انت تعرف ان الميه بيحصل لها حاجات كتير قوي وانت مش دريان؟ اه والله. انا عايز اقول لك الميه بتتغير الستيتس، تقريبا كل الستيتس بتاعتها، وانت ولا عندك علم باي حاجه خالص. ازاي يا مستر؟ تعالى افهمك. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا حبيب قلبي، في حاجه مهمه جدا جدا اسمها الووتر سايكل ان نيتشر. يعني دي اللفه اللي بتاخدها الميه في الطبيعه. يا مستر هي الميه بتلف؟ اه بتلف. خلاص؟ ففي سايكل كده للووتر مهمه قوي، لازم تبقى انت فاهمها ومدركها. السايكل دي ساعات بنسميها الهيدرولوجيكال سايكل. يبقى السايكل الهيدرولوجيه فبنسميها ايه؟ هيدرولوجيكال سايكل، يعني السايكل الهيدرولوجيه بتاعت الميه. سواء قال لك ووتر سايكل او هيدرولوجيكال سايكل اوف الووتر، فالاثنين حاجه واحده. صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ما تكسلش. تعال، ايه القصه؟ القصه كالاتي يا دكتور. بص هنا بيقول لك ايه؟ الووتر اكزيست اون اور نير الاير سيرفيس. يعني ايه؟ شفت الاير سيرفيس؟ اه. اون من فوق، يعني انا بتكلم على سيز، ريفرز، اوشنز، صح كده؟ ليكس، كل ما هو ميه فوق الارض. طب لما بيجي يقول لي ايه؟ نير، اه ما هو اكيد نير يعني مش فوق بقى، ما هو قال اون، يبقى نير دي يقصد بيها ايه؟ ها؟ يبقى ايه؟ الجراوند ووتر. فاهمين؟ يبقى نير دي اللي يقصد الميه اللي تحت السيرفيس على طول. متفقين كده؟ فهو بيقول لك بص، ده الووتر اكزيست اور اون اور نير الاير سيرفيسز. يبقى ادي الاير سيرفيسز، اون يبقى الميه اللي انت بتشوفها، ها؟ نير يبقى يقصد الايه؟ الجراوند ووتر والميه اللي بتكون تحت الارض. حلو جدا. مالها بقى؟ قال لك على فكره دي موجوده في كونتينيوس ايه؟ ستيتس تشينج، عماله تغير الستيتس بتاعتها. يا مستر نعم، ما هي الستيتس بتاعت الميه؟ يا حبيبي سوليد، ليكويد، جاز. الميه بتغير الثري ستيتس بتاعتها بشكل مستمر. خدت بالك ان هي موجوده على الايرث كلها بالثري ستيتس؟ اه. وكمان في اي مكان بتقعد تغير الستيتس بتاعتها، فتتحول من ليكويد لفيبر، ومن الفيبر تتحول لليكويد، وممكن تقع على اي توب اوف ماونتن فتتجمد. لان انت عارف وانا عارف ان انت عارف ان واحنا طالعين فوق بيحصل ايه للتمبريتشر؟ بتقل. خلاص؟ ففوق الجو برد قوي، تطلع فوق تسقع قوي. خلاص؟ ففوق بقى التمبريتشر قليله، فالميه وهي نازله لو جت على التوب اوف الماونتن يحصل لها ايه؟ فروزن، تجمد. خلاص؟ تعالى بقى نعرف الووتر سايكل. يلا بينا يلا بينا. صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. سيبك من الكلام اللي موجود هنا، هشرحه لك تفصيلا، بس تعالى الاول نجمعها من الرسمه دي. بص يا حبيب قلبي، اول حاجه وبسم الله للهيدرولوجيكال سايكل اوف الووتر او الووتر سايكل، الصن. نعم، الصن، الشمس. اشمعنى؟ ما هو اللي انت مش فاهمه، الصن هي اللي بتبلاي المين رول في الووتر سايكل. ازاي بقى؟ اهو سبحان الله، الشمس دي الغلايه الطبيعيه اللي ربنا خالقها. ليه؟ عشان تغلي ميه المحيطات والبحار. اشمعنى؟
حبيبي بقول لك 70% من السيرفيس بتاع الارث كله ميه. فالشمس خابطه فين؟ في الميه ديت. اول ما تخبط في الميه يبتدي يحصل ايه للووتر؟ حاجه اسمها ايفابوريشن. حاجه اسمها يا دكتور ايفابوريشن. يعني ايه ايفابوريشن يا مستر؟ تبخير. فيبتدي بقى الووتر تطلع فوق في صوره H2O فيبر. سؤال بقى ايه يا مستر؟ وهي الميه طالعه وهي طالعه فوق كده، هل هتهرب؟ هتخرج بره؟ ولا حاجه في حاجه هتمنعها؟ في حاجه هتمنعها طبعا. ايه هو؟ الاتموسفير. الاتموسفير ده حكايته حكايه. ليه بقى؟ الاتموسفير ده يا دكتور هو اللي بيمنع اليو في الضاره ان هي توصل لنا الارض. الاتموسفير ده يا دكتور ده اللي محافظ على الاكسجين اللي موجود على الارض والنيتروجين والكربون دايوكسيد جاز. اهو الاتموسفير ده يا دكتور اللي بيمنع خروج الووتر فيبر بره الارض. تخيل معايا للحظات بسيطة، لو مفيش اتموسفير انا وانت بنتنفس ايه؟ اكسجين. هيروح فين؟ طب ما هو جاز، والجازز بيطلع ايه؟ تطلع لفوق عشان الدنسيتي بتاعتها مالها قليلة. يبقى الجازز تروح فين؟ فوق، واحنا تحت ما بيبقاش فيه اكسجين. مين بيمنع خروج الجازز؟ الاتموسفير. خلاص. وطبعا في شابتر كامل للاتموسفير ده حكايته حكايه. يلا نكمل. الشمس وقعت الفوتونز بتاعتها اللي هي محمله بالهيت انرجي، بالحراره، سخنت الميه، فالميه حصل لها ايفابوريشن. خد بالك ايه معنى كلمه سولتي ووتر دي؟ معناها ايه يا مستر؟ ركز بقى معايا كده وصحصح. سولتي ووتر يا دكتور المقصود بيها الاتي، ركز في الحته دي بالله عليك عشان دي مهمه قوي للفهم. لان في بعض العيال انا عارف عندها شويه افكار كلها خاطئه. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص، يعني ايه سولتي ووتر؟ سولتي ووتر ميه مالحه. يعني ايه برضه؟ فهمنا ايه يعني؟ يعني بص يا حبيب قلبي، دول ميه، ده ملح، ميه، ملح، ميه، ملح، ميه، ملح، ميه، ملح. حضرتك دلوقتي لما ادي الصن تضرب في الووتر، مين اللي هيطلع؟ مين اللي يحصل له ايفابوريشن؟ هل السولت؟ عمرك شفت ملح بيطلع لفوق ولا الملح بيبريسيبيتيت؟ بيبريسيبيتيت طبعا، يترسب. خلاص بريسيبيتيت. انما مين اللي يطلع؟ الووتر. مين اللي يطلع؟ الووتر. مين اللي يطلع؟ الووتر. اول معلومه، هل الميه طالعه مالحه؟ لا طبعا، طالعه ايه؟ بيور ووتر، ما معهاش اي سولت اصلا. خلاص، يعني ووتر فيبر بيور. مظبوط كده؟ قول لي مظبوط. فطلع الووتر فيبر فوق. لما يطلع فوق اتفقنا في حاجه اسمها ايه؟ اتموسفير. هل الاتموسفير هيمنع؟ هل هيسمح للووتر فيبر ان هي تخرج بره؟ لا. يبتدي ووتر فيبر ووتر فيبر ووتر فيبر ووتر، مليونز بليونز اوف الموليكيولز تتجمع مع بعض فتكون لي حاجه اسمها ايه؟ كلاود، سحابه. طب السحابه اتكونت امتى؟ لما ووتر موليكيولز خبط مع ووتر، خبط قعدوا يكتروا ويخبطوا في بعض. حصل لهم حاجه اسمها كوندنسيشن، تكثيف. يعني تكثيف، كتروا، كثفنا. بص، كثفت المراجعات يعني كترتها. فهمت؟ فايه اللي حصل؟ الووتر موليكولز قعدت تطلع فوق، الاتموسفير منعها، اتجمعوا بداوا يصطدموا ببعض، كونوا حاجه اسمها سحابه اللي حضرتك بتشوفها. السحابه دي عباره عن ايه؟ ووتر فيبر. حصل لها ايه؟ كوندنسيشن. يبتدي بقى بص، السحاب ماشي في امان الله، تيجي سحابه مع سحابه، هوب، ايه اللي حصل للكميه اللي موجوده؟ كترت قوي. عدد الووتر فيبر موليكيولز اللي اصطدموا ببعض يا مستر كتير قوي قوي. صح. هل بقى الويت بتاعها وزنها يبقى هو ولا تقلت؟ هتقول لي تقلت. ليه تقلت؟ ما انت في ووتر فيبر موليكيولز مع ووتر فيبر موليكيولز اصطدموا ببعض، فيعتبر حصل ايه كمان؟ عددهم زاد قوي، فيتقلوا. يبتدي يحصل حاجه اسمها بريسيبيتيشن. يعني ايه بريسيبيتيشن؟ هطول امطار، تساقط امطار، يحصل رينز، مطر، فالدنيا تمطر. طبعا وانت تحفه بقى واقف تحت في المطره بقى ايه، عمال تعمل كده وقاعد بتغني بقى وفرحان ومبسوط ومش عارف البلاوي اللي الميه نازله بيها، هنقولها كمان شويه. تمام؟ الشاهد، اول ما يحصل بريسيبيتيشن نيجي بقى بص اهو، ادي يا عم دي الكلاودز اهي، ادي الكلاودز اهي. وبص حتى بص مش انت لما الدنيا بتمطر نيجي نبص في السماء نقول دي هتشتي هتمطر، عرفنا منين؟ ما هو ما فيش اشعه شمس واصله. ليه؟ يا حبيبي ما هو الووتر فيبر دخل في بعضه، عزل حتى الصن ري عن مين؟ عن المكان اللي احنا فيه، فبالتالي ايه اللي حصل؟ حصل بقى خلاص كتروا قوي، يبتدي يحصل بريسيبيتيشن، تساقط، تقع الميه. الميه هي واقعه، هل الميه لما تقع هتقع كلها
على الارض لا، ممكن تقابلها ايه؟ يقابلها اي ماونتين، صح؟ فتيجي على التوب اوف الماونتين تقع. هنا التمبريتشر قليله فيحصل لها فروزن. اذا بص بقى عندي سوليد ستيت للميه، وفريش فريش طبعا. طب تخيل يا مستر، لا دي وقعت يا مستر، بس وقعت على ايه بقى؟ وقعت على روكس. لما تيجي تقع على الروكس بقى يا دكتور، السؤال بقى، هل الروكس ديت مفيش بورز، مسامات بينها وبين بعض؟ هتقول لي فيه طبعا. يعني ايه بورز؟ مسافات، مسامات، مسام، بورز، مسام، فتحات، فراغات. تبتدي الوتر ديت تخرج من هنا. العمليه دي بقى اللي هي تنزل تحت بنسميها ايه؟ بنسميها انفلتريشن. يعني ايه انفلتريشن؟ يعني ان حصل لها مرت، عدت راحت فين؟ اتجمعت بقى تحت هنا في الارض من تحت. بتسمى لما تكتر بقى وتتجمع وتبتدي يحصل لها فلو، بنسميها الجراوند ووتر، المياه الجوفيه. يبقى شفت المياه الجوفيه، مش الميه الجوفيه ميه الابار والكلام ده، ميه عذبه اتجونت منين؟ من الووتر سايكل. طب يا مستر الميه نزلت هنا هتروح فين؟ تبتدي يحصل لها فلو، تتحرك لحد ما تصطدم بايه تاني؟ والله بقى ممكن تروح للاوشن، ممكن تروح لسي، ممكن تروح لريفرز، فاهم؟ فتبتدي ايه؟ تتحرك. طب الميه برضو بتاعت السي او الريفرز او الاوشن يحصل لها ايه؟ يحصل لها ايفابوريشن، بعد كده يحصل كوندنسيشن، بعد كده يحصل بريسيبيتيشن، وهي نازله تقع على الارض يحصل لها انفلتريشن. طب افرض يا مستر وقعت على الميه عادي خالص، وقعت على الميه يحصل لها برضو ايفابوريشن. طب الميه اللي الجراوند ووتر بقى اللي نزلت تحت واتجمعت تحت، هل خلاص كده بقى بقت في مأمن؟ لا طبعا، بتقعد تتحرك، بيحصل لها فلو، تدفق، لحد ما تصطدم بايه؟ بسي او ووتر او اوشن او وات ايفر، او يبتدي برضه يحصل السايكل الثانيه. لذلك السايكل دي بنسميها ايه؟ كلوزد سايكل. يعني ايه كلوزد؟ مغلقه. يعني مغلقه، عماله بتلف وتخلص وتتكرر فاهم؟ عماله بتتعاد تتعاد تتعاد. وسبحان الله من رحمه ربنا بينا ان الميه السولتي ووتر نسبتها اكبر بكتير جدا من الفريش ووتر. لان السولتي ووتر سهل قوي فيها، السولت ووتر دي فيها بروبرتي اسمها السكويز اوت، ان هي ايه؟ بتقدر تنظف نفسها بنفسها. على عكس الفريش ووتر، بتكون انفايرومنت ان يبقى فيها، يعني بيبقى سهل قوي يحصل لها روتين او تسبويلد، يعني تبقى ميه من غير صالحه. وكمان سهل ان ايه؟ في بعض الليفنج اورجانيزمز تنمو فيها، فاهم؟ فمشاكلها كتير. مين الافضل واللي دايما بتبقى نقيه وبيور، يعني ما بتتاثرش بالانفايرومنت اللي حواليها؟ السولتي ووتر. خلاص، غير الفريش ووتر. تمام كده؟ طيب دي كده يا دكتور اللفه اللي احنا لفيناها دي اسمها ايه؟ دي اسمها يا مستر الووتر ايه؟ الووتر سايكل. طيب حلو جدا، تعال نرجع تاني للشيت بتاعنا. بص بقى، اهو ده الكلام اللي احنا قلناه. اول حاجه حصل يا دكتور، هتقول لي يا مستر حصل حاجه اسمها ايفابوريشن. جميل جدا. طب بعد ما حصل ايفابوريشن عملنا ايه بعد كده؟ هتقول لي عملنا حاجه اسمها كوندنسيشن. يبقى رقم واحد حصل ايفابوريشن، اثنين كوندنسيشن، بعد كده ثلاثه حصل حاجه اسمها بريسيبيتيشن. يعني ايه بريسيبيتيشن؟ تساقط، هطول للامطار. طيب المطره نزلت، صح صح، مش ممكن تعمل سنو فول برضو؟ عادي جدا، ما هو ساعات بتمطر تلج. تمام. طيب بعد كده بقى بيقول لك ايه بقى في المعلومه اللي بعدها؟ بيقول لك على فكره ده في اذر بروسيسز زي البيولوجيكال بروسيسز، العمليات الحيويه، لايك الترانسبيريشن. نقف هنا بقى. ما هي الترانسبيريشن حبيب قلبي؟ البلانتس، النباتات مش بتشرب ميه، يعني بتحتاج لميه، طبعا. طب ليه بتحتاج لميه؟ ما احنا لسه قايلين ان الميه بتكون كاري بالايه؟ بالنيوترونز، الحاجات اللي هي محتاجاها. فالميه تطلع من تحت من الارض، من الروتس، عن طريق الروتس، الجذور. الروتس تابزورب الووتر، فتطلع تعدي في الستيمز لحد ما تروح للليفز، الاوراق. تعالى بقى نمسك الورقه. ادي الورقه اهي. خلاص، الورقه بقى يا دكتور وصل لها الووتر، تمام، وامورها زي الفل، وخلاص عملت الفوتوساينثيس بروسيس، عمليه البناء الضوئي، وبقى عندها الانرجي بتاعتها والفود بتاعها. يبتدي لما تزيد كميه الميه، البلانت تحتاج تخرج الميه الزياده دي، فبتخرجها في صوره ووتر فيبر، بخار ميه. العمليه دي اسمها ترانسبيريشن. عرفت يعني ايه ترانسبيريشن؟ بالعربي تسمى النتح. يعني ايه بقى؟ يعني يبتدي البلانتس يخرج الووتر اللي عنده زياده بره في الجو في صوره بخار ميه، ووتر فيبر. وصلت؟ تمام كده. طب ايه تاني يا مستر؟ عمليه الريسبيريشن، تنفس. حبيب قلبي، انت تعرف ان وانت بتتكلم في ووتر فيبر بيخرج منك؟ والله وانت بتتكلم كده في ووتر فيبر خارج، فاهم؟ فنفس الكلام، عمليه الريسبيريشن سواء كان للبلانتس او الانيمالز، مالهم الاثنين برضو بيخرج معاهم ايه؟ ووتر فيبر. اهو كل ده بخار ميه، يروح فين؟ يطلع فوق. مين يقابله؟ الاتموسفير، يمنعه يخرج. فيبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يتكثف، يحصل له كوندنسيشن، بعد كده بريسيبيتيشن،
بعد كده يحصل له انفلتريشن، جراوند ووتر فلو يرتبط تاني بالسي والريفرز والاوشنز والكلام ده، وتفضل السايكل شغاله مره تانيه. شيل الصن، البروسيس دي تتاثر. خلاص كده. طيب وهي دي يا دكتور الهيدرولوجيكال ايه سايكل. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه قوي، ايه هي؟ الاسيد رين. يعني ايه اسيد رين؟ بص يا حبيب قلبي، هتلاقي حضرتك في حاجات طالعه وحاجات نازله. ايه الحاجات اللي طالعه ديت؟ اللي طالعه دي اللي هي بقى الايه؟ الهارمفول جيزز، سواء كان بقى من الفاكتور، سواء كان من الكارز، يعني من كل حاجه حوالينا. فالجازز دي برضو جاز يطلع فين؟ يطلع فوق. الجاز طالع والميه نازله في امان الله. الميه قابلت الجاز، يحصل كيميكال رياكشن. فالميه دي خد بالك بقى، سواء كان سلفر، ده اسمه سلفر داي اوكسايد، وده نيتروجين داي اوكسايد. كلمه داي يعني اتنين، مونو يعني واحد. لما اجي اقول لحضرتك كده سي او، دي اختصار لايه؟ كربون مونو اوكسايد، مونو واحد. بس احنا مش بنكتب الواحد في الكيمستري خالص، تمام؟ طب لما اجي اقول لك كده اس او 2، 2 يعني داي، يبقى سلفر ده لوحده، داي اوكسايد اتنين اكسجين. طب اس او 3 هتقول لي كده سلفر 3 يعني تراي، يبقى سلفر تراي اوكسايد، وهكذا. تمام؟ المهم الاثنين دول بيكونوا اسيدز، حاجه اسمها سلفوريك اسيد، حاجه اسمها نيتريك اسيد. الاثنين دول ايه؟ الاثنين دول اسيدز، وهنتكلم عليها ان شاء الله في السيشن اللي جاي. ها، ده اسيد، ده اسيد. يعني ايه اسيد؟ يعني كونتين اتش بوزيتيف. يعني ايه اسيد؟ كونتين اتش بوزيتيف. وهنفهمها ان شاء الله تفصيلا فيما هو قادم. حلو قوي. فهو بيقول لك ايه؟ ان الجازز الهارمفول جازز دي بتطلع فوق، هتهرب؟ لا، موجوده فوق. مين اللي نازل من فوق؟ الميه تتحد معاها تكون لي ايه؟ اسيدز جوه الووتر، فبتسمى ايه بقى؟ بتسمى اسيد رين. اهو ده بقى يدمر السويل، يبوظ السويل، ينزل في الميه، ياثر على الانفايرمنت اللي والاكواتيك سيستم والكائنات الليفنج اورجانيزمز اللي في الميه. فاهمين؟ فدي بتسبب بلاوي وكوارث. وده ان شاء الله اللي انت على طول الشرح هتبقى فاهم الاجزاء دي. تعالى بقى يلا الكيميكال ستراكشر اوف الووتر من اول هنا بقى. الكيمستري طبعا دي لعبتنا، للي مش عارف معاك مستر اسلام عبد الخالق، فكيمستري تيتشر اصلا. تمام كده؟ طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وركز معايا. بص يا حبيب قلبي، لو سالت اي حد فيكم دلوقتي، لو سالت اخوك الصغير الميه بتتكون من ايه، هيقول لي يا مستر H2O. يعني ايه H2O؟ ها، يعني 2 اتومز اوف الهيدروجين، 1 اتوم اوف الاكسجين، وهو ده الشكل بتاعها بالظبط. تمام كده؟ تمام يا مستر. فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي الووتر كومبوزد اوف the two element هيدروجين اند اوكسجين. ما هو انا عشان اكون الميه كيميكالي هحتاج لل H2 هيدروجين بلس O2 اكسجين. ده جاز، ده جاز، اتنين اتحدوا مع بعض كونوا الووتر ليكويد. لازم تعلم يا صديقي ان اي كيميكال ايكويشن حضرتك هتكتبها بايدك الحلوين هتعمل لها حاجه اسمها بالانس. يعني ايه بالانس؟ لازم العدد الاتومز اللي موجوده في الرياكتنت يبقى قد الاتومز اللي موجوده في البرودكت. واحده واحده، يلا بينا. بص على الهيدروجين H2، كم اتشايه؟ 2. لازم بره اللي هي بعد الار وفي البرودكت يعني يبقوا 2. مظبوطه؟ مظبوط. طب يلا هنا O2 خرجت بره كام؟ O واحده. هنا 1، هنا 2، هل قد بعض؟ لا. طب اعمل ايه؟ ازود القليل. ازود مين القليل؟ مين القليل؟ 1. طب ازوده يا مستر 2 واكتب 2 هنا. اوعى، اوعى تكتب اي رقم انسايد الكيميكال كومباوند، اوعى، بوظته. هو شكله كده. طب يا مستر الاثنين دي نكتبها فين؟ هنكتبها هنا كوفيشنت من بره من قبل الاتش. فنقول بص، نقول كده اهو، ادي هنا اهو 2 اتش، فبالتالي بقت 2 تايمز 1، 2 تايمز 1 ب 2. وهنا O2 مظبوط الاكسجين. مين اللي باظ؟ الهيدروجين. نظبطه، مفيش حاجه باظت. اهو 2 تايمز 2 بكام؟ ب 4. نحط هنا 2، يبقى 2 تايمز 2 4، كده ظبطت زي الفل. بص لي بص لي، ايه؟ شايف الهيدروجين؟ انت احتجت كام مول من الهيدروجين؟ 2 مول. وهنا احتجت كام مول؟ خد بالك بقى، هنا في 1. ان في حد تحفه يقول لي زيرو. لا يا تحفه، مش زيرو. زيرو تايمز اي حاجه بزيرو، يعني كانه مش موجود اصلا. انما ده موجود، وطالما ده موجود يبقى جنبه ايه؟ واحد ملوش لازمه. مين اللي ملوش لازمه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو نمبر 1 طبعا. في المالتيبلاي والكلام ده ما بيأثرش قوي يا دكاتره. تمام كده؟ يعني هنا 1 O2، يعني O2 زي ما هي، ما فيش اي اختلاف. الشاهد، يبقى هنا الهيدروجين كان كام؟ 2 مول، والاكسجين ماله 1 مول. طيب دول كنمبر اوف مولز. يعني ايه نمبر اوف مولز يا مستر؟ يعني ده محتاج منه قد ايه من الاتش 2 ده؟ انا محتاج منه 2. طب والاو 2 ده محتاج منه كام واحده؟ هل واحده ولا 2 ولا 3؟ لا، انا محتاج واحده بس. فاهم؟
فده معنى كلمه مول. يبقى انت محتاج منه قد ايه عشان التفاعل يتم؟ طب بص، الاثنين مول هيدروجين وواحد مول اكسجين طلعوا كام مول ميه؟ 2 مول ميه. تمام كده؟ تمام. الشاهد بقى، انا عشان اتكلم على الفوليوم بتاع الاكسجين، المفروض عزيزي حضرتك كنت هتدرس السنه دي حاجه اسمها، او عالم اسمه افوجادرو. مش افوكاتو، يلا افوجادرو. خلاص؟ طيب افوجادرو قال ايه بقى؟ افوجادرو ده حدد الفوليوم لاي جاز خلقه ربنا. الجازز كلها عشان تحسب الفوليوم بتاعها، هو قال لك رول حلو قوي. قال لك الفوليوم اوف اني جاز ايكوال ان النمبر اوف مول ملتبلاي 22.4 لتر. ده الرول اقدر اطبقه على الوتر هنا. طيب لو انا عايز يا مستر احسب الفوليوم بتاع ال H2، هتقول لي ايكوال النمبر اوف مول الهيدروجين في الايكويشن هنا بكام؟ ب 2. فهتقول لي 2 ملتبلاي 22.4 لتر ايكوال 2 ملتبلاي 22.4 يطلع بكام؟ 44.8 لتر. يبقى ده مين؟ ده فوليوم الهيدروجين. تعالى يلا بنفس الطريقه نحسب فوليوم الاكسجين. يلا بينا يلا بينا. اهو ادي فوليوم الاكسجين ايكوال ايه يا مستر؟ النمبر اوف مول ملتبلاي 22. هو هنا الاكسجين اللي كون الميه كان كام مول؟ 1 مول. يبقى 1 مول ملتبلاي 22.4 ايكوال 22.4 لتر. بص بقى، ادي الهيدروجين الحجم بتاعه ب 44.8 والاكسجين ب 22. بص بص بص، ادي ال H2 2 O2. هنا الفوليوم 44.8، هنا الفوليوم 22.4 اوفر 22.4. يعني ايه؟ هنبسط دول لابسط صوره ممكنه. فلما ابسط اشوف مين اصغر رقم في الاثنين واعمل ديفايدنج للطرفين على اصغر رقم. فبص، يبقى هنا الطرفين اوفر 22.4. 22.4 اوفر 22.4 يطلع ب 1. 44.8 اوفر 22.4 يطلع بكام؟ ب 2. اذا الفوليوم بتاع الهيدروجين للاكسجين 2 2 1 2 ل 1. ها، فهمت اللعبه؟ وضحت؟ تمام. طبعا حضرتك درست في جهاز اسمه هوفمان فولتميتر، كان بيعمل حاجه اسمها الكتروليسيز للميه. فكان شكل الجهاز عندك كده، والجهاز ده درسته في اعدادي. كان شكل الجهاز يا دكتور، تلاقي كده تيوب متوصله بتيوب تانية. خلاص؟ ويجي يقول لك هنا اهو ده كده الاو 2، ويجي هنا اهو كده وعامل لك كده يقول لك ده الاتش 2. هنا طبعا كل الجزء اللي هنا ده ميه، وكل الجزء اللي هنا ده ميه. ويقول لك بص بص بص، اهو ده الفوليوم بتاع مين؟ ده فوليوم الاكسجين. وده فوليوم مين؟ فوليوم الهيدروجين. بص فوليوم الهيدروجين ماله؟ كان دبل، ضعف الفوليوم بتاع مين؟ بتاع الاكسجين. خلاص؟ فدلوقتي سواء كان هوفمان فولتميتر او الرول بتاع افوجادرو، من خلال الاثنين تعرف تثبت فعلا ان الفوليوم بتاع الهيدروجين دبل الفوليوم بتاع مين؟ بتاع الاكسجين ان الوتر مولكيول. ها، اتفهمت؟ خلاص؟ طيب الاكسجين بيريبريزنت 88.89 في الماس. بص بقى، لعبه الماس كالاتي. ايه هي؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللي هيحصل كالاتي، بص يا عم، دي الخريطه اللي احنا ايه رسمناها. اول حاجه خالص بقول لك الهيدروجين H2O. في حاجه ان شاء الله هتدرسها في الكيمستري، اللي هي ايه؟ حاجه اسمها الاتوميك ماسز. حاجه اسمها ايه؟ اتوميك ماس، وزن الاتوم. احنا بص عندنا الهيدروجين الماس بتاعته ب 1، تعتبر 1 جرام، قولها 1 جرام. خلاص؟ طب والاكسجين هنقول ب 1 ب 16 اسف جرام. ده وزن الاكسجين لوحدها، وزن الهيدروجين لوحدها. تمام؟ تمام. انا هجيب شنطه كبيره هحط لك فيها اكسجينه واحده، واحط لك هيدروجين، واقول لك الشنطه دي حطها على اي سكيل، اي بالانس، اي ميزان. عارفين الميزان؟ اي ميزان. فالميزان ده ايه؟ ديجيتال، بيطلع هنا رقم. فانت لما تيجي توزن هتقول لي يا مستر ايوه، يعني انت حطيت وهايه واحده واتشتين، عايز تعرف وزنهم؟ اه. طب هي ماس الاكسجين بكام؟ اهو الاكسجين ب 16. طب والهيدروجين بكام؟ ب 1. يبقى تقول لي كده 16 بلس 1 بلس 1. صح ولا انا غلطان؟ تمام كده؟ هتقول لي مظبوط. اذا هنا الميزان يطلع 18 جرام. يبقى بص بص بص، ادي الماس اوف الووتر ايكوال 18 جرام. حد معترض؟ ها؟ تمام تمام. تعالى بقى، اي برسنتج في الدنيا مالها؟ اي برسنتج. انت دلوقتي لما بقى ايه واد كده شاطر وخلصت امتحاناتك وجبت النتيجه بتاعتك، فعايزين نقول لك انت جايب كام في المية، بتعمل ايه؟ هتقول لي يا مستر انا بجمع مجموعي كله اللي انت جبته، صح؟ صح. واعمله تايمز 100
واقوم عامل ديفايدنج على التوتال نمبر، او عادي ما تتلخبطش، صح اللي انت قلته صح برضه، هجيب الرقم بتاعي كله مجموعي كله اعمل له ديفايدنج على التوتال، يعني انا اشوف انا جبت كام اعمل له ديفايدنج على التوتال خلاص تايمز ال 100 صح كده. تعالى بقى ايه نجمعها بطريقه حلوه. ايه هي؟ اي برسنتج في الدنيا هتقول لي كده البارت اوفر الاول تايمز ال 100. مين البارت؟ الحاجه اللي انت عايز تحسب لها البرسنتج بتاعتها. مين البارت؟ الحاجه اللي انا عايز احسب لها البرسنتج بتاعتها. وليكن تعالى كده انا عايز احسب يا مستر البرسنتج للهيدروجين، هقول ايكوال. هو الهيدروجين في الميه كم هيدروجينه؟ 2، يبقى نقول كده 2H ده البارت. طب مين الاول؟ الموليكيول كله اهو، يبقى نقول اوفر ال H2O تايمز ال 100. طب ما نشيله ونعوض، يلا نشيله ونعوض. نشيل ايه؟ مش الاتشاي انا عارف ب1 يبقى 2 تايمز 1 تايمز ال 100 فوق اوفر كام؟ احنا قلنا الماس بتاعت الميه حسبناها مش طلعت ب 18 اوفر 18. الرقم ده انت احسبه على الكالكوليتر عندك، احسبه كده هيطلع الرقم ده بالظبط اللي هو مين؟ اللي هو ده 11.11 ايه؟ برسنت. ها برسنت وصلت؟ يبقى 11.11 دي بتدل على مين؟ دي بتدل على الماس برسنتج بتاعت الهيدروجين. طب بالله عليك لما الهيدروجين بيريبريزنت 11.11 يبقى الاكسجين بيريبريزنت قد ايه؟ ففي واحد قال لي نحسبها برضو للاكسجين، صح؟ هات البرسنتج بتاعت الاكسجين، هتقول لي كده الاو اوفر الاتش 2 او لان البارت او واحده تايمز ال 100، وهتقول لي كده 16 اوفر ال 18 تايمز ال 100، هيطلع فعلا بنفس الرقم ده. بس في واد تاني شاطر قال لي لا 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 مستر ايه؟ يا مستر مش احنا جبنا ان البرسنتج بتاعت الهيدروجين ب 11.11؟ قال لي خلاص يبقى الباقي كله بتاع الاكسجين، صح برافو عليك. طب الباقي كله ده تحسبه ازاي؟ هيقول لي كده 100 ماينس 11.11 يجيب له البرسنتج دي بالظبط كده. يبقى احنا اثبتنا ان الووتر كفوليوم 2 هيدروجين ل 1 اكسجين، واثبتنا ان ماس الاكسجين في الووتر اعلى بكتير جدا من ماس مين؟ الهيدروجين. وادي البرسنتج بتاعت الهيدروجين 11.11، وخد بالك دول كانوا اتنين مش واحده، انما الاكسجين واحده بس بتمثل قد ايه من الماس بتاعت الميه؟ 88.89. يا رب تبقى وضحت وخدت بالك. كلام كده دكاتره الامور تمام حلو قوي. تعالى بقى بص، التو هيدروجين اتومز ار كونكتد تو الاكسجين اتوم باي تو كوفالنت بوند. اهو دي عشان افهمها لك صح لازم اقول لك انواع الكيميكال بوند ايه. اللي انا عايزك تعرفه لحد دلوقتي هم نوعين وانت عدوا عليك قبل كده، نوع اسمه ايونيك بوند ونوع اسمه كوفالنت بوند. تعال افكرك في سرعه سريعه. ايه بقى السرعه السريعه دي؟ يعني بسرعه كده وباختصار شديد. بص يا دكتور، قلنا عندنا حاجه اسمها ايونيك بوند. يعني ايه بوند؟ رابطه ايونيك ايونيه. وحاجه اسمها كوفالنت بوند. باختصار شديد يا دكتور، ايونيك بوند كلمه ايونيك يعني ايونز، يعني انا عندي بوزيتيف ايون نيجاتيف ايون. البوزيتيف ايون ده بنسميه كاتاين، النيجاتيف ايون ده بنسميه اناين. طب هو الكاتاين اصلا ده يا مستر كان اصله ايه؟ كان اصله ميتال. كان اصله ايه؟ ميتال. يعني ايه ميتال اصلا يا مستر؟ يعني بتجيب اي اليمنت تعمل له الكترونيك كونفيجريشن كي ال ام اللي هي الانرجي ليفل وتوزع. لو لقيت الفالنس شيل اخر مستوى طاقه كونتين ليس ذان 4 الكترونز، لو عنده اقل من 4 ترجم وشغل دماغك. يعني ايه اقل من 4؟ يعني 3 اور 2 اور 1، ما هو كل دول اقل من 4. اذا بنسميه ايه؟ بنسميه ميتال. واي ميتال هيتند ان هو يلوز الكترون بتاعت الفالنس شيل. يعني لو هنا عنده 1 يلوزه، 2 يلوزهم، 3 يلوزهم، وهكذا. خلاص لما يلوز يتحول لبوزيتيف ايون. لما يلوز يتحول لبوزيتيف ايون. ليه تحول لبوزيتيف ايون؟ لان في حاجه اسمها نيوكليس جواها بوزيتيف، وليكن هتكلم على ان ايه 11 بوزيتيف 11 بروتون، يبقى 11 بروتون بوزيتيف، وبره كان في 281 11. لما يلوز ده ما بقاش موجود، بقى في 28 مجموعهم 10 بس بالنيجاتيف عشان دول الكترون، فبقى عندي البوزيتيف اعلى من النيجاتيف. اعلى بكام؟ ب1. اجمع الاثنين على بعض يطلع بوزيتيف 1. لذلك اللي بيلوز دايما
التشارج بتاعته بوزيتيف. طب واللي يجين هنا بقى الاناين بيجين امتى؟ يجين لما الفالنس شيل كونتين مور ذان اكتر من 4 الكترونز. مين اكتر من 4 الكترونز؟ 5 or 6 or 7. في الحالة دي بنسميه نون ميتال. اذا بص النون ميتال جين الكترون، ولما يجين فالنيجاتيف عالي فيطلع فوقيه نيجاتيف تشارج. انما الميتال بيلوز فهو لوز الكترون، والالكترون نيجاتيف فالبوزيتيف يعلى اكتر، فاللي يلوز يبقى بوزيتيف، انما اللي يجين الكترون يبقى نيجاتيف. اهو بوزيتيف ونيجاتيف ياتراكت ولا ما ياتراكتش؟ هياتراكت. طالما اتراكت مع بعض عملوا حاجه اسمها ايونيك كومباوند او ايونيك بوند. انت خد بالك الكومباوند بيسمى من التايب النوع بتاع البوند بتاعته. فلما يكون ميتال مع نون ميتال ده ايونيك، مش ده اللي انا بتكلم عنه. الميه مش ايونيك، امال الميه النوع الثاني كوفيلنت. طب الكوفيلنت يا مستر نون ميتال يتحد مع نون ميتال زيه، والاتحاد هنا ما هواش لوز وجين. امال يا مستر حاجه ثانيه اسمها شير الكترونز. ايه ده يا مستر شير؟ بيشيروا مع بعض. بص بقى لعبه الشير دي ازاي. انا مثلا الاكسجين، ركز معايا، فادي الاكسجين O8، تعال نوزع انا وانت 2 6. عنده كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل او الفالنس شيل؟ عنده 6 الكترون. معنى ان هو عنده مور ذان 4 فده نون ميتال. قلنا مور ذان 4 يبقى 5 or 6 or 7. حصل يبقى نون ميتال. يتند ان هو يلوز ولا يجين؟ لما يجي المحترم ده يجين، عارف هو محتاج يجين قد ايه؟ قد ايه يا مستر؟ 2 بس. محتاج يجين ايه؟ 2 بس، 2 الكترون. فيجي الاكسجين اهو هيجين بالكترون ويجين بالكترون، دول اللي ناقصينه من مين؟ من اصل السته اللي معاه. فيجي ده يرتبط مع مين؟ الهيدروجين. ما هو الهيدروجين هو كمان نون ميتال، محتاج يشير عشان يكون بوند ويبقى ستيبل. فيجي الهيدروجين اهو، فيكونوا بوند. البوند دي نوعها كوفيلنت، البوند دي نوعها كوفيلنت. فالميه كلها على بعضها نوعها ايه؟ كوفيلنت. البوندز اللي ما بين الاو والاتش كوفيلنت، يعني مبنيه على الشيرنج، المشاركه. ليه؟ لان الاكسجين جاز نون ميتال والهيدروجين جاز نون ميتال، فالاثنين يشيروا مع بعض يكونوا بوند نوعها كوفيلنت. خد بالك والله في تفاصيل كتير مش هينفع اقولها لان هاخد وقت كتير قوي. تمام كده؟ بص بقى ركز معايا. زي ما انا مراسم الرسمه دي والرسمه دي غلط مش صح، مش ده شكل الميه كده في السبيس. لا 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 لا. امال يا مستر العقل والمنطق بيقول ايه؟ ان طالما في او هترتبط باتشتين والاتشتين زي بعض، فالعقل والمنطق بيقول ان المفروض تبقى شكل الووتر موليكيول عامل كده. صح ولا انا غلطان؟ تقول لي مظبوط. خد بالك المفروض كان شكله كده. امال احنا لقينا شكل الووتر موليكيولز عامل كده، عامل انجل، مش ستريت لاين، مش لينير، مش خطي، لا لا لا، انجلر. يعني انجلر عامل انجل، زاويه. الانجل بقى دي بص معموله بالشكل ده كده. ادي دي الاتش وادي دي الاتش، فالانجل دي كده عباره عن 104.5 ديجري، 104.5 درجه. اذا العقل والمنطق بيقول هل الانجل بقت كده لوحدها ولا في حاجه اجبرتها تبقى بالشكل ده؟ لا، في حاجه اجبرتها تبقى بالشكل ده وتعمل الانجل دي. يعني المفروض كانت تبقى الانجل ايه؟ الانجل 180. هل هي طلعت 180؟ لا، امال دي طلعت انجلر. اذا في حاجه اجبرتها لكده. طبعا. اهو الحاجه دي انت كان المفروض تدرسها تفصيلا والله في ثانيه ثانوي. خلاص، وفي الترم الثاني مش دلوقتي، مش الترم الاول. خلاص. بس انا طبعا مش هقولها لك تفصيلا لان يا ابني ده منهج كامل. انا هقول لك المعلومه اللي تفيدك. بص بقى ركز معايا. الحاجه بقى اللي اجبرتها باختصار شديد حاجه اسمها الكترو نيجاتيفيتي. اهي الالكترونيجاتيفيتي دي هي اللي اجبرت الووتر موليكيول يعمل انجل 104.5. ايه يا مستر بقى موضوع الالكترونيجاتيفيتي؟ باختصار شديد لعبه شد الحبل. في حبل ما بين الاكسجين وما بين الهيدروجين، مين اقوى يسحب الحبل ناحيته؟
الاقوى ده بيكون اعلى الكترونيجاتيفيتي، الاضعف بيكون اقل ليس الكترونيجاتيفيتي. طب هو مين الاقوى يا مستر؟ الاكسجين هو الاقوى طبعا، اقوى من الاثنين هيدروجين. فبص بيعمل ايه؟ يبتدي الاكسجين وهو واقف عمال يشد دي ويشد دي، يشد دي ويشد دي، عمال يشد فيهم. فهو بيشد فيهم، بص بص وهو بيشد فيهم، هل الانجل هتبقى وهو بيشد هتبقى ستريت ولا تبقى لينير؟ ها، ولا تبقى انجلر؟ تبقى انجلر طبعا، فاهم؟ فالفكره فين بقى؟ الاكسجين يسحب الالكترون، التو الكترون دول ناحيته هو اكتر، ويجي الاكسجين ده يسحب الاثنين الكترون دول ناحيته هو اكتر. فلما يجي يسحب الاكسجين الاثنين الكترون ناحيته يظهر عليه هو حاجه اسمها بارشيال نيجاتيف تشارج. في نفس اللحظه بالظبط اللي ظهر البارشيال نيجاتيف تشارج على الاكسجين، يظهر على الهيدروجين اللي اتسحب منه الكتروناته شويه ناحيه الاكسجين، يظهر عليها بارشيال بوزيتيف تشارج. يا مستر نعم، هي ايه البارشال بوزيتيف تشارج؟ يعني شحنه سالبه نيجاتيف تشارج، بس كلمه بارشال يعني جزئيه. ليه جزئيه؟ لان يا حبيب قلبي هل الالكترون اللي اتشد من الهيدروجين ناحيه الاكسجين هل هيفضل قاعد طول الوقت عند الاكسجين؟ لا طبعا، هيرجع تاني. هو بيتشد بس هيرجع تاني لان في بوند، في رابطه، فهو يجي ويرجع، فاهم؟ يجي ويرجع. فهل بقى الووتر هتبقى هي الاكسجين شده خالص وخده ليه؟ لا طبعا، يعني سحب الالكترون بتاع الهيدروجين لوحده خالص؟ لا، البوند موجوده ما اتشالتش، فاهم؟ بس كل اللي بيحصل ان الاكسجين بيسحب الالكترون ناحيته شويه، فيقعد عنده شويه ويرجع يقوم سحبه تاني، يجي يرجع يقوم سحبه تاني، يجي يرجع يقوم سحبه تاني، فاهم؟ يجي يرجع يقوم سحبه تاني. هي دي فكره الالكترونيجاتيفيتي. فبص بقى، الوقت اللي بيكون الالكترون عند الاكسجين يظهر عليه بارشال نيجاتيف، في نفس اللحظه يظهر على الهيدروجين حاجه اسمها بارشال بوزيتيف، يعني شحنه بوزيتيف جزئيه. وصلت؟ تمام. طب هل يا مستر دي زي ده ان واحد يلوز فعلا فيبقى بوزيتيف بوزيتيف وده نيجاتيف نيجاتيف؟ لا طبعا، لا. ده لوز الالكترون خالص وده جينه خالص، فده بقى عليه تشارج بوزيتيف وده نيجاتيف، دي شحنه كامله. انما دي بارشال جزئيه، دي خاصه بالنون ميتال فقط. وصلت؟ فده يسحب شويه يبقى بارشال نيجاتيف ويبقى ده بارشال بوزيتيف. طب مش اللي عملوا الناحيه دي يعملوا الناحيه دي؟ فيسحب من دول الكتروناتهم كده، فيبتدي يظهر عليه هو كمان بارشال نيجاتيف، ويظهر عليه بارشال بارشال بوزيتيف. اذا الاكسجين عليه كام بارشال نيجاتيف؟ 2. فنقدر نشيل بقى ده ونقول كده بارشال نيجاتيف 2، يعني عنده شحنتين جزئيتين. فهمت بقى ليه الالكترونيجاتيفيتي هي السبب اللي خلت الانجل بتاعت الميه كام؟ 104.8.5. طيب هل يا مستر الموضوع توقف عند كده؟ لا طبعا، امال ده في تفاصيل تانية كتيره، في تفاصيل تانية كتيره. خلاص، لان هي دي بقى، هي دي اللي هتظهر لي كيميكال بروبرتي اسمها بولاريتي. يعني ايه بولاريتي؟ قطبيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني يقول لك كده، هي الووتر، هل الووتر بولار سولفنت؟ يعني ايه سولفنت اصلا؟ مذيب. يعني ايه مذيب؟ فاكر السوليوشن اللي انا قلت لك عليه في الاول اللي هو ايه يا مستر؟ مش انا قلت لك لو جبت الميه وجبت سولت حطيته في الميه هيدوب؟ اهي الميه دي لما داب فيها الملح او دي تسمى سولفنت، يعني مذيب. اهو السولت، الملح اللي انت دوبته اسمه سوليوت، يعني مذاب. اذا ده اللي نازل يدوب في الميه، والميه هي اللي هتدوبه، اسمها مذيب، اسمها السولفنت، فاهم؟ فالووتر بنقول عليه ايه بقى؟ بولر سولفنت. يعني ايه بولر يا مستر؟ تعالى، مش ده نيجاتيف بول؟ وده يعتبر بوزيتيف بول. اذا هنا في بول نيجاتيف، بول بوزيتيف، يبقى ده في بولر، في بولاريتي ولا ما فيهوش بولاريتي؟ في بولاريتي طبعا. بص بص بص، الاكسجين هنا مش ده يعتبر ناحيه طرف قطب نيجاتيف؟ وده قطب بوزيتيف. اهو بص ما بين البوزيتيف نيجاتيف، ده بوزيتيف، ده بوزيتيف بول، ده نيجاتيف بول، اذا في بولاريتي. تخيل معايا ده موليكيول واحد بس. هل الميه موليكيول واحد؟ لا. امال بقيه الووتر موليكيولز كلها عندها نفس الموضوع. الله، ده اذا يا مستر يبقى كده الووتر موليكيولز فيه تشارج واللي جنبه فيه تشارج، صح صح. اذا سهل قوي يرتبطوا ببعض. ايوه، لو مثلا بص تعالى كده الرسمه دي، تعالى نشيل الكلام ده خالص، ركز معايا. شايف دي كده؟ لو انا جبت دي اكسجينه وادي هيدروجينه وهيدروجينه اهي،
اهو دي بارشال نيجاتيف واللي فوقها بارشال بوزيتيف. بالله عليك العقل والمنطق بيقول ايه؟ العقل والمنطق يقول اي بوزيتيف سهل قوي ينجذب لمين؟ للنيجاتيف. اذا دول يحصل ما بينهم ترابط. اهو نوع الترابط ده هنعرف ان دي حاجه اسمها الهيدروجين ايه؟ الهيدروجين بوند. وده ان شاء الله اللي انا هعرفه لك تفصيلا السيشن الجايه. احنا كده خلصنا الجزء اللي انا كنت حابب اقوله لك النهارده. ان شاء الله هينزل لك اجزاء تانية بس تباعا واحنا ماشيين، بدل ما تبقى السيشن طويله قوي نحاول نقسمها على اكتر من فيديو بحيث نديلك المعلومات الكافيه اللي تساعدك ان شاء الله ان انت تفهم الانتجريتد ساينس بشكل مختلف وبشكل معمق وكمان يكون مبسط باذن الله. خلاص يا دكاتره. وبالنسبه يا اولاد للي ما يعرفش ان احنا عندنا منصه بفضل الله وبننزل عليها الشرح بتاعنا كله كامل بتفاصيله، بلس كمان ان بيكون في متابعه يا دكتور وفي كويزز وامتحانات بصفه مستمره، وبيكون في طبعا يعني حته المتابعه معاك بتفرق طبعا، لان زي ما انت عارف حل الكتير هو اللي بيثبت المعلومه صح، وهو اللي بيأكدها وبيحطها في ايه؟ في مكانها الصحيح. اللي حابب ينضم معانا على المنصة هيلاقي لينك المنصة تحت، يتواصل مع الارقام اللي موجودة هيعرفوك كل التفاصيل. وان شاء الله انت كطالب يوتيوب ما تقلقش، كل حاجة ليك ان شاء الله هتلاقيها مرتبة ونازلة برضو ونتابعك. بس طبعا هو بيزيد في المنصة حتة بقى الهوم وورك والكويزز والامتحانات اللي هي بتبقى بشكل دوري. طبعا ده بيفرق طبعا معاه، يعني بيفرق معاك على عكس ان انت تسمع الشرح بس، ما بيكونش طبعا زي لما يكون ايه سمعت وحليت وطبقت، فالدنيا بتكون افضل. ربنا يوفقكم، موفقين دايما، اشوفكم على خير. سلام عليكم.